L'Equalmet és un projecte i un procés que té una trajectòria plena de bons resultats que han permès que es vagi consolidant com un espai de comunitat d'aprenentatge i de trobada per acompanyar a dones electes al Marroc, però també a la província de Barcelona, i la vocació és que s'ampliï també a la Mediterrània. الأشياء اللي خلتني باش أنا نفكر ندخل المجال السياسي أو المجال الانتخابات هو أنه أنا من بين الشباب ديال المنطقة اللي طموحين وبغيت نوصل الصوت ديال الشباب والصوت ديال النساء في المنطقة ديالي، وبغيت أنا حطيت مشاريع اللي تمكنني من التمكين الاقتصادي للنساء والشباب وتخلق فرص شغل، وكذلك نجلب مشاريع. احنا في المجلس ديال جامعة ولاد علي منصور ركزنا منذ يعني تشكيل المجلس على المقاربة ديالنا، لأن الرئيسة ديال المجلس امرأة، وكان معايا حاليا معايا 5 نساء، وبالتالي حنا 6 ديال النساء. في البداية ديال التشكيل اختارينا يعني 6 نساء يكونوا في القيادة. المرأة اللي كتمارس العمل السياسي داخل الجماعات المحلية لابد أنها تكون عندها مجموعة من الآليات. هذه الآليات أنها خصها تكون أولاً متمكنة اقتصادياً، ثانياً متمكنة أكاديمياً، ثالثاً متمكنة سياسياً. بطبيعة الحال حتى في وضع الميزانية نخصص أو نراعي أهمية مقاربة النوع. فأعطي بعض الأمثلة، مثلا المسابح. شو المسابح؟ الكل يعلم بأن المسبح مفتوح للجميع ذكور وإناث، لكن هناك بعض النساء اللواتي يحرجن من الولوج إلى المسبح مخافة من الاختلاط أو إلى آخره. فهنا تم تخصيص وقت خاص بالنساء اللي هي الفترة الصباحية ما بين 8 و10 حتى يستفيدوا أيضا من المسبح بشكل مريح لهم ولوحدهم. Le combat au Maroc, c'est un combat lié au code de la famille. C'est pour cela que la promotion de la participation politique des femmes et la promotion des mécanismes de démocratie participative, ça passe par l'amélioration de la condition et la situation des femmes. Et ça ne peut se faire qu'à travers un code de la famille qui prône l'effectivité de l'égalité homme-femme. Volem treballar més a nivell de xarxes i poder promoure tots els bons resultats que està donant el projecte per definir polítiques públiques locals, la promoció de l'equitat de gènere.